بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي عاملين ايه؟ النهاردة هنحكي زي ما انتم شايفين كده قصة أم وابنها. هنعرف في القصة دي ازاي الابن ده أصدقائه غووه، ازاي وصلوه للإدمان، ازاي وصلوه يبقى يقتل أعز الناس إليه، وإيه الحالة اللي هو وصل ليها في الآخر. هنعرف كل دي في تفاصيل القصة الحزينة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. القصة بتقول إن طبعا كان في الأم ديت جوزها توفى وما فضلش إلا ابنها، كان ابنها الوحيد. كسرت عليه زهرة شبابها وربيته بكل ما تؤتي من قوة، اشتغلت في كل حاجة وفي كل مكان لغاية ما فعلا طلع الولد كويس وطوع ليها. وكان في الأول يعني هو شاب محترم جدا وبيصلي وعارف ربنا، وكانت كل جمعة تخليه يروح يصلي الجمعة، وبيصلي الفرض بفرضه، وكان مطيع ليها وبر بيها. لغاية ما الكارثة بقى بدأ يتعرف على أصدقاء بدأوا يقول له ايه تعالى احضر معانا الفرح الفلاني. يروح يحضر، يعزموا عليه بكاس، يعزموا عليه بكذا، يقولوا له ده مجانا، ده هنا فرح وما تزعلش العريس صاحبنا، وما تزعلش اصدقائنا، والكلام ده كله. بدأ الولد ايه ياخد كسبيل التجربة في نفس الوقت ان هو ما يزعلش الناس اللي هو عنده. مرة في مرة بدأوا يعزموا عليه بسجاير، بدأوا يعزموا عليه بحباية، يقولوا له خد الحباية ديت هتنسيك همومك، هتنسيك ان انت بتدور على شغل. هو كان في الوقت ده بيدور على شغل عشان يساعد امه، لان يعني بقى صعبان عليه يعني ان هو شايف امه يعني بتجد في العمل، وهي ست بقت كبيرة ومش قادرة، وعايز يساعدها علشان يعني يريحها بقى. بدأوا يقولوا له ايه خد البرشامة دي هتنسيك همومك، هتصحصحك كده. وبدأ ياخد البرشامة برشامة ورا سجارة ورا، يقولوا طب حط تعالى معانا احنا عندنا سهرة كده حلوة، هنسهر مع بعض وخلاص يعني الواحد ينسى همومه. يروح معاهم بعد السهرات، يدوله سجارة فيها حاجات مش ياخدها. يقول لما جرب كل ده كان بادئ يجرب وهم يقولوا له ايه مجانا، احنا مش هناخد منك فلوس، انت بتجرب معانا واحنا يعني هنديك. فبدأ الولد ياخد منهم وياخد البرشامة وياخد السجارة، وبدأ ياخد مش عارف المخدر الشيشة ايه والمخدر ايه والكلام ده كله. بدأت الحكاية تتطور، وبدأ يبعد هو شوية بشوية عن أمه، بدأ يبعد شوية وشوية عن الصلاة. بدأ مثلا بعد ما يصلي الخمس فروض يصلي فرض وخلاص لو افتكر، بدل ما يصحى الصبح يصلي الفجر. كان طبعا بيجي في السهرة متأخر بالليل مع أصحابه، فكان بينام وما كانش بيقدر يقوم يصلي الفجر. كانت والدته تدخل تصحيه عشان يصلي معاها الفجر، ما بقاش يرضى، وبقت تلاقيه غرقان في النوم وما كانش بيسمع أصلا نداها وهي بتندهله. المهم الأم بدأت تلاقي في تغيير في الولد، بدأت تلاقي تكاسل، بدأت تلاقي إن هو بينام كتير، وبالليل طول الليل بره البيت تيجي تسأله يقول لها كنت مع أصحابي. بدأ صوته يعلى عليها، بدأ ينهارها. بدأ إن هم بقى بدأوا يقولوا له إيه عايز سجارة، عايز برشامة، عايز مش عارف إيه، ادفع بقى خلاص احنا يعني ما عادش معانا إن احنا نديلك. طب عايزين كام يا جماعة؟ هاتوا كذا. يروح يجيب من أمه الفلوس، كانت تديله الأول ما كانتش لسه عارفة حاجة، تديله ويروح يشرب معاهم. مرة الأم فهمت، قالت له لا أنت بتاخد الفلوس دي اللي أنا شقيانة وتعبانة بيها وبتروح تسهر مع أصحابك. ما كانتش لسه هي فهمت إن هو كمان إيه بقى مدمن. تروح تسهر مع اصحابك، هي بقى بتقول له وتصرف الفلوس دي على الحاجات التافهه، انا مش هديك تاني. بدأ يدخل من وراها يفتح الدولاب وياخد فلوس. هي تتخانق معاه، تاني يوم الصبح يقوم مزعق فيها وناهرها ويقول لها سيبيني انام لوحدي، ويقوم مكرشها من الاوضه ويروح قافل الباب وينام. مرة الفلوس اللي مع الأم خلصت، فبدأ يبص، كانت الأم لابسة دهب في إيديها، خاتم، دبلة، حلق بتاع. بدأ يبص للي في إيديها وبقى ياخدهم منها، وتيجي تتكلم ينهارها ويزقها ويزعق لها ويقول لها أنا حر، أنا حر، أنا كبرت ما عدتش صغير.
تقول له أصدقائك دول هيفسدوك هيضيعوك، يقول لها أنا حر ما عدتش صغير. وفي يوم من الأيام راحت تقول له إيه اصحى يا حبيبي يلا عشان صلاة الجمعة وتصحي فيه، يقول لها كمان شوية كمان شوية. المهم لغاية ما أرغمته وصحي. المهم صحي شيطانه بقى قعد يقول لنفسه بعدين هي هتقعد كل شوية تيجي تصحيني وتقلق منامي وتقول لي قوم صلي قوم صلي. انا زهقت من الست دي، انا ما عدتش عايزه اعيش معاها، انا هسيب لها البيت وامشي. فشيطانه بقى يقول له لا وتسيب لها البيت وتمشي ليه، ما تموتها احسن. موتها احسن وهترتاح منها وتبقى عايش في البيت لوحدك، تنام براحتك وتقوم براحتك، وكل حاجه تبقى ايه في ايدك انت. المهم دخل على الأوضة اللي كانت بتاعة أبوه، وكان فيها مسدس بتاع أبوه، وقام جايب المسدس. وبعدين الأم دخلت بعد ما صحته عشان يصلي الجمعة، دخلت بقى إيه إن هي تقعد بقى تكمل تسابيحها وتقرا يعني وكده. المهم هي فرحت لما شافته بقى، قالت له يا حبيبي انت خلاص قمت يلا عشان تصلي الجمعة. قال لها لا انا مش قايم عشان اصلي الجمعة، انا قايم عشان اخلص منك، انا قايم علشان انهي حياتك بقى، مش انت كنت بتصلي يلا هتخش الجنة. قالت له يا ابني ما تكفرش يا ابني، ما تضيعش نفسك يا ابني يا ابني يا ابني. وتتوسل له، يروح زقيقها بعزمة بما أوتيه من قوة، يروح موقعها مثلا. تقوم تاني وتقول له يا ابني حرام عليك يا ابني ما تضيعش نفسك، يقول لها لا. المهم راح ضارب المسدس، جت طلقه في دماغها وطلقه في قلبها، ده كان بيضرب كده ضرب عشوائي. المهم ما لقى الدم بقى طرطش كده وملأ الأوضة وملأ الدنيا، جات له حالة من الذهول. طبعا الجيران سمعوا صوت المسدس، طلق النار، راحوا جايين جري 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 داخلين لقوا ايه، الام مرميه في الارض بدمها وابنها قاعد ماسك فيها قاعد يصحيها يا امي يا امي يا امي يا امي، ما فيش امك، مين امك ماتت خلاص. الاسعاف جه وخدوا الاتنين، هو في حاله غيبوبه وهي في حاله خلاص ماتت. المهم بعد ما فاق لقوا ايه، لقى كل قرايبه بقوا يروحوا له عشان حتى يعرفوا هو عمل ايه او ايه اللي وصله لكده، لان هم كانوا عارفين ان هو انسان كويس. يسألهم ويقول لهم امال امي فين، امي فين، انتوا كلكم جيتوا زرتوني ما عدا امي، امي فين، انا عايز امي، هاتوا لي امي. كلهم يبصوا له يقولوا له انت ما انتش فاكر حاجه، يقول لهم لا انا مش فاكر حاجه خالص. المهم بعد ما استرد صحته خالص خالص، بدأت التحقيقات، وبدأ ان هم ياخدوه ويسألوه انت عملت في امك كده ليه، ليه ضربت امك بالنار. فعلى بال ما بدأ يفوق ويعرف ان هو خلاص قتل امه، كان اتحكم عليه بقى ان هو خلاص هيتعدم، لان ده قتل مع سبق الاصرار والترصد وكان بادمان كمان. وده جزات اللي هو يعني اللي عصى امه، جزات اللي داس على امه، وان الجنه تحت اقدام الامهات وربنا وصانا بهم خير. وده كان جزاته. وكده كده يبقى انا خلصت. الحكايه بتاع النهارده انا عارفه ان هي حزينه، بس ما تزعلوش، في يعني فضل في عدل ربنا، وفي شباب بيحبوا امهاتهم وبيبروهم اكتر من كده بكتير. السلام عليكم.